السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. الفيديو ده يا بنات تكملة الفيديو بتاع امبارح، فيه برضه حاجات حلوة قوي ان شاء الله تعجبكم باذن الله. اول حاجة هنعمل الكفتة. الكفتة هنا انا عندي لحمة مفرومة كيلو الا ربع، هنزل عليها بمعلقتين من البقدونس مقطعاه كده صغير، ومعلقتين من الزبادي، معلقتين كبار من الزبادي. طبعا القمر اللي احنا عاملينها خلاص، احنا بنعملها في البيت بقى ما بنشتريهاش. قلت لكم ان الزبادي بتخش في اكلات حلوه، بتخش في سلطات جميله جدا جدا. تمام. طب حطينا البقدونس، حطينا الزبادي، هنحط ايه تاني؟ معلقه من البيكنج باودر. تمام. البيكنج باودر بيخليها هشه معاكي وبرده طريه وحلوه من جوه. تمام كده يا بنات. ومعلقه صغيره من الفلفل الاسمر. الكفته ما بتاخدش بهارات كتير، بس بتبقى لذيذه والكبار والصغيرين بيحبوها. ونزلت بالملح بتاعي اهو. خلاص. وهنزل عليها بقى ايه بحبه بابريكا كده، لو مدخنه كمان بتبقى تحفه يا بنات. وكمان بتديني لون حلو قوي للكفته. خلاص تمام. طيب هنبتدي بقى نخلطها مع بعض كويس. معلش سامحوني بقى، ما كانش عندي جلافزات، بس طبعا غسله ايديا وبعمل حاجتي. يعني انتوا فاهمين طبعا، اي حد بيعمل حاجه في البيت او في اي حته بتبقى اهم حاجه النظافه يا بنات. طيب هنبتدي ان احنا اهو زي ما انتوا شايفين بنخلطها حلو قوي. خلاص. طبعا انتوا هنا اكيد هتقولوا الله، ازاي كفته من غير بصل؟ لا طبعا هنحط بصل، بس انا مش هحط البصل دلوقتي. ليه؟ لسبب، لان انا كنت هبيتها في التلاجة، هعملها لسه تاني يوم، فانا ما حبيتش ان البصل ينزل ميته فيها او يعمل ريحه مش حلوه، فحطيت كل بهاراتها. بس هسيب البصل على الاخر لما اجي اصبحها بقى خلاص. تمام يا بنات كده اهي. بسم الله ما شاء الله جميله. لو عايزه تحطي فصين توم مهروسين على اللحمه دي برضو بتدي طعم وتست حلو قوي. حطيناها بقى في التلاجة وسبناها. طب تعالوا نعمله بقى البوريك التركي. البوريك التركي يا بنات حلو قوي وطعمه جميل. معايا معلقه من الدقيق، هنزل عليها بنص كوبايه من اللبن، معلقتين زبادي كبار. تمام. كوبايه سمنه، زبده، سمنة على زبدة سوري، سمنة على زيت براحتك، المهم كوباية. خلاص. بس برضو لازم ندخل فيها سمنة، يعني ما تبقاش كلها زيت. لو كلها سمنة تمام، نص ونص برضو تمام. ونزلنا بالفلفل بالملح بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر. خلاص بيورق معايا كده، ده البوريك التركي بيورقه معايا وبيخليه حلو قوي. طب الزبادي هنا يا بنات بديل البيض. انا عندي بيض بس انا ما حبيتش احط بيض بصراحه. ليه؟ انا بفضل الزبادي. الزبادي بيدي طعم احلى، ويعني نستبعد لو في زفاره، رغم الفلفل بصراحه برضو بيقضي على الزفاره ولو حطينا نقطه خل، بس لا يستحسن الزبادي. طالما عندك وعاملاها حطي زبادي احلى. خلاص. جبت ورقتين من لفة الجلاش وبدهن كده بالخليط بتاعي ده. دي بقى اسمها التشريبة، اللي انتي بتشربي منها ال البوريك التركي بتاعك. دي انا كنت عاملة هنا عصاج، معصجة لحمة. طبعا كلنا عارفين اللحمة بتتعصج ازاي، البصل واللحمة المفرومة والفلفل والملح. عايزة تحطي شوية طماطم صغيرين، عايزة تحطي فلفل رومي، فلفل سبايسي، كل دي منكهات جميلة قوي قوي لو حابة تحطيها. خلاص كده. وبحط عليهم شوية كده من الجبنة الموتزاريلا خفيفة، بتديها طراوة معايا وطعمها بيبقى حلو. وببتدي ألف الرول. هنا الرول عندي، الجلاش عندي كان بقاله كام يوم في الفريزر، فالأطراف بقى طالعة ايه زي ما انتوا شايفين كده. بس طبعا هتتلف معايا اهوت واحدة واحدة وكله بيتلف. خلاص. ببتدي اكمل التشريبه بتاعتي على الجلاش. ما تحطيش كتير من التشريبه وانتي بتلفي عشان ما يتقطعش معاكي. تمام كده. وبتجيبي بقى صينيه، صاج، الحاجه اللي انتي هترصي فيها او هتدخليها الفرن. اهو طبعا طلع طويل شويه على الصينيه، فشلت منه حته كده وحطيته اهوت جميل. خلاص. هنعمل تاني نفس اللي عملناه اول مره. الحشوة بقى يا بنات دي ترجع لك،
احشي اي حاجة انت بتحبيها، ممكن بسطرمة، ممكن جبنة تركي، جبنة شيدر، ميكس جبن، فلفل رومي، زيتون، بس اي حاجة، اي حاجة انت حباها حطيها. دي جبنة شيدر يا بنات زي اللي كنت عاملاها معاكم من فترة، جميلة جدا، نفعتني قوي قوي في رمضان، عملتها تاني طبعا. بتنفع في السحور، بتنفع في الاكلات اللي زي كده، جميلة جدا. وقطعتها كده حتت او صوابع، وحشيت بيها البوريك ده، ونزلت برضو بيها على يعني عليها بجبنة بيضة، جبنة موتزاريلا، فلفل رومي، زيتون، الحاجات الحلوة دي اللي بتشهي يعني. خلاص، وابتديت ان انا الف برضو، وبرضو هجيب التشريبة زي ما قلنا، وهدهن بقية الجلاش بتاعي. رنينة مولعة الفرن على 180. هنزل بالصينية على الرف الوسط أو على الشبكة، بشغل في تحت، وبشغل المروحة بتحمر لي فوق وتحت. ما عندكيش مروحة، شغالي تحت، ولما تتحمر والوش لسه شغالي الشواية شوية صغيرين. تمام كده، خلصت الصينية بتاعتي، والحتت اللي احنا قطعناها من الرولات ديت عملنا بيها برضو ايه، رول كامل اهو. وهبتدي اقطع بقى كده زي ما انت شايفة. اهم حاجة تقطعيه الاول، ما ينفعش يتقطع لما يطلع. خلاص اهو. هتحطيه، هتدخليه بقى الفرن، تطلعيه. عايزاه طري هتغطيه اول ما يطلع، عايزاه مقرمش وناشف كده شويه معاكي بتسيبيه عادي للهوا، بتغطيه كده بحاجه خفيفه خالص يعني. تمام، متفقين كده؟ تمام. طيب تعالوا بقى التشريبه اللي فاضله عندي دي، طبعا هي تقلت حبه لان فيها معلقه دقيق. هنزل عليها بربع كوبايه من اللبن او ميه، اللي متاح عندك، ممكن يكون لبن خلص عندك حطي حبه ميه، وتنزلي بيها على الصينيه القمر دي اهو، تشربي البوريك بقى كله. من الاكلات الجميله الشهيه وكلنا بنحبها يعني. هتعجبكم جدا يا بنات، اللي ما عملهاش قبل كده يدخل يعملها ويخش يشوف الطريقه دي، بجد هتطلع حلوه معاه قوي. بتشربي الصينيه كلها كده زي ما انت شايفه، لازم الخليط يجي عليها كلها، وبتدخليها بقى الفرن. تمام، يلا بينا بقى على الكفته. طب الكفتة بقى طلعناها، ونزلت عليها بقطعة حلوة كده من البصل اللي احنا مفرزينه، قد كده بصلاية كبيرة، بس معلش هي ما صورتش معايا. وجبت طبق جنبي حطيت فيه حبة زيت، ونص معلقة بابريكا، ورشة ملح بسيطة خالص خالص. ماشي، وببتدي اصبع بقى كده على عصيان الشيش طاووق اللي عندك، بتعوسي بس ايدك كده تعملي لها كفر من بره، بيدي لون وطعم حلو قوي اهو. بسويها على المية زي ما عملتها معاكم قبل كده، صينية أو صاج فيه مية وشبكة فوقيها، وبترصيها على الشبكة وتحطيها في الفرن من تحت. لو عندك المروحة بتولعيها بتسوي فوق وتحت، ما عندكيش بتقلبي السياخ دي بعد شوية عشان تتحمر من فوق معاكي. خلاص كده، وبتتحمر وبتطلع جميلة جدا. وادي سفرتنا، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب زيد وبارك. بس سامحوني والله يا بنات، مش انا اللي رصه السفره، وعايزه اقول لكم يعني ولادي كانوا بيساعدوني، فهم اللي رصوها وهم اللي صوروا، فانا كان نفسي اصور لكم بتفاصيل اكتر من كده، بس معلش بقى سامحوني. وطبعا الرصه بتاعت السفره مش مظبوطه، احنا ظبطناها بقى بعد كده بعد التصوير. فبس بصراحة يعني الحاجة بسم الله ما شاء الله جميلة. طبعا في كذا صنف، الصنف بقى اللي يعجبك خشي شوفي طريقته اعمليها، عندك عزومة ما عندكيش تعملي لأولادك، ربنا يحسن ما بين ايديكوا يا رب وايديا. الولاد بيفرحوا جدا بالحاجات ديت. ده ساجد ابني بقى معلش واقف قدام الكاميرا واخوه بيصور، بس ان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. ودايما كده كل جديد معانا، ودايما الحاجات الجميلة بنعملوها مع بعض. وانا عارفة ان في بنات شطورات طبعا وبيعملوا حاجات احلى من كده، وفي بنات لسه بتتعلم زي ما كنا احنا بنتعلم. فربنا يا رب كده يحسن ما بين ايديهم ويعملوا كل حاجة جميلة يا رب. ويا رب كده اكلنا يعجبكم في الفيديو ده والفيديو اللي قبليه اهو. معلش بقى انا سامحوني عشان التصوير، والله مش انا اللي بصور خالص.
تمام. وده كرنب كنت عاملاه برضو بس ما صورتهولكوش لاني عاملاه معاكم قبل كده. كنا عاملين محاشي كتير اليوم ده يعني ما شاء الله. واشوفكم يا رب على خير، ما تنسونيش في اللايك، واللي ما اشتركش يخش ينورني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ألف سلامة.